قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يوسف عليه السلام رأى رؤيا في المنام، رؤيا حلم: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له أبوه: لا تقول لأخوانك بيحسدوك على رؤيا في المنام، تحسد، مع أنهم جميعا أبناء نبي، صح؟ أبوهم يعقوب، ومع ذلك ولن يسلموا من الشيطان إذ يوقع بينهم العداوة والبغضاء. بيحسدوك، مش كل شيء بصير معك تنزلوا على الفيسبوك، لأنه إحنا مش أنبياء، بنحسدك، صح؟ قاعد تأكل أكلة مرتبة، حكينا يوم الجمعة وما شاء الله عنها، بشوفها واحد فقير بيحسدك، صح ولا لا؟ بصير ولا بصيرش؟ ومن شر حاسد إذا حسد. خذك القصة بأول رمضان. 3 سلفات بعمارة واحدة بجاقرن ببعض. أول يوم واحدة عزمت عمها وعمتها، ماشي، حطت الأكل، وقبل ما يأذن المغرب نزلت على الفيسبوك: رمضان مع دار حماي أحلى، يعني أنا وعمي وعمتي مكيفين. شو عملت الثانية؟ جابت جوزها وقعدت يشربوا عصير ونزلت صورة: رمضان مع جوزي أحلى، أنا مبسوطة يعني. الثالثة يا حبيبي، مو الشيطان، هسه كنا عن خطاب الشيطان. الثالثة عملت إشي جهنمي. بعد ما تفطرت هي وجوزها، الظاهرت إنها تعبانة وإنها مريضة ومش قادر يا أبو فيصل تقوم تجري. شو مالك؟ تعبانة، أندارك، حاسة حالي دايخة، كني حامل. هاي نقطة ضعفك ترى، بس تقول لك كني حامل أنت تتكهرب. شو يعني؟ خلص هاتي عنك، أنا بجري. لا يا حبيبي، لا والله غير أجي أنا. وقفته على المجري يا أبو فيصل وضحكت عليه وقالت له: البس المريول، بلاش توسخ وعيك. بس ما هن كسين. لبسته المريول وطقعته سيلفي والجلي خلفي، وطلع صاحبنا. يا سلام، لحد هون تمام. انتشرت الصور، وصلت الصور وهو قاعد بيجري، بلش التلفونات من ابوه: ولك يا خروف، ولك تجري لها، وعشنا وشفناك تجري. اوب 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 اوب. قلبت الدنيا. شو صار لما طلع وانه مليون تعليق وانه قاعد بالجلي؟ سيلفي والجلي خلفي. قال لها: سيلفي والمطلقة خلفي، روح يطالق. شايفين شو معنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا؟ معناها أن أبناء النبي ولن يسلموا من الحسد. يا أخواني، للبيوت أسرار، القعدات والطلعات، وخواتي بسمعن، واللي بتحب جوزها، واللي عيد ميلادها اليوم، واللي عيد زواجها اليوم. هذه أسرار، هذه أمور داخلية لا تعنيني ولا تعنيك غيري. إن احنا بعيد أن تكون بيوتنا كلها بيوت مستورة. أسأل الله العظيم أن يستر عوراتنا وأن يسلمنا جميعا من كل شر. قوموا إلى صلاتكم مأجورين.